السلام عليكم جميعا. النهاردة هنعمل بطاطا بس بطريقة مختلفة. البطاطا المرة دي هنعملها ببشاميل طعمها حلو قوي، بتتقدم بطريقة شيك وحلوة وجديدة. اللي ما يعرفش البطاطا قوي، بس هي البطاطا ليها نوعين: نوع لونه ابيض من جوه، ولون اورنج كده او لون برتقاني جميل، ده بيبقى مسكر قوي. جبت النوعين عشان يدي طعم حلو كده مع بعض. الميكس ده بيدي دايما طعم حلو مع بعض. وبقطعه زي الشيبسي. وهنعمل البشاميل بتاعنا العادي بتاع الحلويات، اللي هو بدل ما نحط الشوربة نحط سكر. معلقة سمنة بلدي حلوة كده، أو زبدة أو زيت اللي موجود، و4 معالق دقيق، عليهم لتر لبن، عليهم كوباية سكر، وعصرة ليمون لو مفيش فانيليا. ده بيغني عن الفانيليا، ونص كوباية كريم شانتيه بتدي طعم حلو قوي للبشاميل في الحلويات بالذات. هحط جزء بقى من البشاميل في الصينية واغلفها كده علشان ما تلزقش فيها اي حاجة. واكمل بقى الطبقات، احاول بقى اخلي الطبقات الوان بقى فوق بعض كده، بتدي طعم حلو لما تيجي تتقطع بعد كده، وعشان تبقى واصلة لكل الصينية. وبشاميل يعني رقين، وطبقة بشاميل رقين، طبقة بشاميل، لحد اما احط في النص كده زبيب، جوز هند اللي موجود عندك، مكسرات، اي نوع من انواع المكسرات. بس لو حطيتي لوز او بندق يستحسن يكون متحمص شوية بس. ونكمل بقى كله مع بعض ورا بعض كده زي ما احنا عارفين. وبعد كده بتدخل الفرن على حرارة 180، وبعد كده بنسيبها ساعة الا ربع. وبعدين نحط تحت الشوايه، الوش تحت الشوايه شوية، هيطلع لونه حلو وجميل كده، وطعمها حلو قوي، هتعجبكم وهتعجب الولاد، وأكلة لذيذة وشيك كده. وبالهنا، اشوفكم على خير.